بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن المباراة الصعبة، مباراة الأهلي وإنبي الشرقية. مباراة فوز النادي الأهلي 3-2 على إنبي. إنبي فريق قوي، معاه مدرب محمد بركات، مدرب شاب كويس. بس انت المشكلة اللي احنا كنا مستنيين أداء أحسن من كده. في لعيبة أنا بالنسبة لي تيشيرت الأهلي تجيل عليه. في لعيبة مش جاهزة، في لعيبة نفسيا مش موجودة. النهارده الكابتن حسين عموتة عامل تشكيل بالنسبة له هو ده التشكيل اللي في دماغه، اللي شايفه في فترة الإعداد وفي بداية الموسم وفي مباراة برشلونة. هو شايفه هو ده الأنسب، هو حر. بس أنت ما ينفعش تعتمد على لعيبة معينة. اللي هم مين؟ أنت النهارده بدأت مصطفى شوبير، محمد هاني، الجزار، هادي رياض، كريم فؤاد. قدامهم كوكا، مروان. قدامهم زيزو، بن شرقي، طاهر، منصف بكرار. وده مشكلة كده، في لخبطة في الملعب. اللخبطة هي ايه؟ كوكا مش اللعيب اللي انت ممكن تعتمد عليه في نص الملعب، مش لعيب راسي في نص الملعب. انا بقولها لك عشان انت هتنزف ياما. مش اللعيب اللي ممكن يخرجك بالكوره، مش اللعيب اللي يعمل ضغط على المدافعين. بيعمل ضغط على المدافعين عنده. يعني كوره زي الهدف الاول لإنبي، تشتيت غلط، غلط، فكر غلط. زي ده لعيب النادي الاهلي. كريم فؤاد انا بعذره، اللي هو بيطلع اكتر من امكانياته في مركز مش مركزه. وانتوا مصممين اللي انتوا تلعبوه باك ليفت. ما تلعبوا مكان محمد هاني، اللي محمد هاني بعد كاس العالم ناس الكوره. ماتش برشلونه وماتش انبي ناس الكوره. هادي رياض مش اللعيب اللي ممكن تعتمد عليه اساسيا. هادي رياض مش اللعيب اللي انت تعتمد عليه اساسيا، عشان عنده مشاكل في التمركزات وبيبيع نفسه. انا بالنسبه لي الجزار لعيب مبشر، لعيب جاي، لعيب هيديك. وهو بدأ يخش في التيم بتاع النادي الاهلي. مروان انا حاسس اللي هو هيبذل مجهود اكتر من اللازم. جاب جول عالمي النهارده، جاب جول عالمي من احسن اجوان شفتها في 10 سنين في الدوري العام بصراحه. بس مروان مش مركز، العصبيه زياده في ادائه. بن شرقي عايز واحد باك ليفت يلعب معاه، عدلته على الشمال عشان ياخد من بره، يخلي بن شرقي يخش لجوه. كريم فؤاد كان بيخش لجوه. انت لو بصيت على اول الشوط الاول، كريم فؤاد بيخش بطريق بن شرقي. عشان كده كانت الكره بتتقطع، فيها مشاكل. منصف بكرار اللعيب هو مش اللعيب المهاجم، مش المهاجم تسعة اللي هو يخلص. منصف المهاجم تاني، بيعرف يتحرك ما بين الخطوط وبعضها. انت نزلته مهاجم. زيزو مش بتاع الكورة اللي ياخد الكورة ويحرك الفرقة. بيعملها بس ما بيعملهاش بيعملها 50% ولا 55%. بس مش هو اللعيب اللي هيطور لك الاداء. طاهر مش بتاع ماتشات بتاعت الدوري. انت ممكن تستفاد منه في ماتشات بيراميدز، الزمالك، سان داونز، في اللي انت عايز حد يخبط ويروح ويخبط ويجري ومش عارف ايه. مش بتاع التكتلات.
انت لما بدات اللي انت يا كابتن حسين عموته، لما بقيت انت دخلت بقى في اوضه اللبس، اللعيبه خدت دش، بقيت الاوفرات، بقيت انت حسيت اللي انت لازم تلعب باتنين مهاجمين وثلاثه وتحرك اللعب، نزلت علي محمود، نزلت جريم الدلبيس، نزلت سفيان بن جديد، حركت الملعب، بدأت الملعب ياخد حريته، كل واحد بيلعب في عدلته، بتلعب ارتكاز ماشي، علي محمود ومروان ماشي، وعلي بيلعب الكرة السهلة بيسهل الأمور على نفسه. بدأت الأوفر اللي اترفع، بن شرقي داخل، بن شرقي داخل، اللعيب زقه في ظهره بلانتي. هو ده اداء الاهلي. انت صلحت بعد كده الشوط التاني، بس انت في لعيبه العب على عدل، كل واحد على عدلته، العب كل واحد على عدلته عشان الملعب ما يهربش منك، الملعب ما يهربش منك. بعد كده بدات تنزل حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، اللي كان العالم بتقول عليه تحفظ، بس محمد مجدي قفشه لما بيركز في الكوره بيديك، لما بيركز في الكوره بيديك كوره، لما بيركز بقى في العشوائيه والدماغ التعبانه دي بيطلع بره الكوره. وهو لازم يمسك في الفرصه دي عشان مش هتجيله تاني، لازم يمسك في الفرصه دي عشان مش هتجيله تاني، والراجل بيبدا يديك فرصه حافظ عليها. حسين الشحات لعيب اساسي مش احتياطي يا كابتن حمود، واللعيب اللي عنده حلول، اللعيب اللي عنده حلول بيحل لك حلول في الملعب. كريم الدلبيس في الجون الثالث، تحركه عطاها سفيان بكعبه، ضرب التسلل قفش على طول جون الثالث. مباراة صعبة، مباراة تركيبتها كلها من الشوط الأول لحد آخر دقيقة صعبة، بس الحمد لله على الفوز. مباراة صعبة، مباراة يعني فيها أخطاء وفيها مشاكل وفيها كل حاجة في الكورة وتغيرات في الكورة، بس الأخطاء ما نشوفهاش تاني، ولازم المنظومة الدفاعية فيها مشكلة. كلمة صغيرة لمصطفى شوبير. مصطفى احنا دعمناك، مصطفى احنا وقفنا في ظهرك، مصطفى انت كنت احسن جون في كاس العالم، من احسن 5 جون في كاس العالم. انت لو حكايه التجديد هتاخد منك، يبقى انت لازم تريح، مش مصطفى شوبير اللي يخش فيه الجونين دول، مش مصطفى شوبير اللي يخش فيه جون زي الاولاني ده في ايدك. احنا كنا بنتريق على الشناوي عشان الكره كانت تبقى في ايده بتشاطها من بره وبتخش، انت الكره دي في ايدك، انت مهزوز يا مصطفى شوبير، بس انت مهزوز ولازم تعيد تفكيرك تاني. الحمد لله اللي انت خدت ال3 نقط وفزت. مباراة صعبة، مباراة فزت في الوقت الصعب، في وقت النادي الاهلي، ترجع الروح للاعيبة النادي الاهلي تاني. واشكركم والسلام عليكم، وتابعونا على القناة واشتراك ولايكات كتير عشان نرجعوا تاني مع بعض. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.